هذا الحمام مش دارج وايد عندنا نحن، بس دول الغرب نعم. هذا الحمام دارج، يتعلق على سلة السيارة من الطرف. هذه الحين خيمة أول مرة أنا أشوف نظامها. احنا شفنا نظام التفخ موجود، هذا 330 دينار نظام التفخ العادي احنا شفناه، بس هذه تيك مثل نظامها مختلف صراحة. أنا أول مرة أشوف هالنوع. حاليا تغطيتنا في الكويت، معرض الرياضات الخارجية والبرية والبحرية في الكويت. حاليا متواجد في صالة رقم 4A. أحاول أغطي الأشياء المتعلقة بالرحلات والتخييم والأمور هذه. من محبين التخييم طبعا، فداش أقول بسم الله أشوف إذا في أشياء تفيدنا حق المخيمات، حق الرحلات، حق الأمور هذه، نطلع عليها ونعطيكم رأينا إن شاء الله. هذا أول مرة أنا أدش هالمعرض. أول ما دخلنا هني كله معروضات حق الأشياء البحرية. عندنا هني كل هالجنريترات والطاقة الشمسية والألواح، ومستمرين إن شاء الله. ناس قاعدة تشيل ما شاء الله، بس بنشوف الأشياء اللي تناسبني وإن شاء الله راح أخذ منها. هني الأمور حق الشوايات، توصيلات الغاز، هني أمور البحر والبطاريات. أوهو، هذا اللي كنا ندور عليه، 300 واط. هذا والله حلو بعد ابو 2، بس اللي ما عجبني انه تحت المفروض يكون مفتوح، او يمكن في له طبقة. والله في طبقة بطلها، في طبقة بطلها عشان يصير شخال اعتقد، اتوقع. خلنا نشوف بس هذه كم سعرها. حاطين يلا، المهم ناخذ فرة نحن على المكان وبعدها ان شاء الله بنرجع. هذا حق الحديقة مثل سكوتر يتعلقون فيها، سعرها 550 دينار كويتي. وهذه الثانية أبو 1، هناك 2 وهني أبو 1. أيوة، بس للأسف ما محطين أسعارهم هني، ليش أنا ما أدري. الله، هني هذه الخيمة بعد فك وتركيب سريعة. أنا لازم أكمل الجهة الثانية، لازم أكمل الجهة الثانية وأعطي المكان نصيبه، وبعدها إن شاء الله راح أرجع لكل سكة. هذه الكراسي والله بديوتي مبين عليهم. بنشوف عاد الأسعار بعد ما نرجع إن شاء الله. حاليا مثل هذا سعر العرض 20 دينار. هذا ما ندري كم عاد سعره. حاطين حق بعض المنتجات وبعضها لا.
وهني حجي خاطرك بالطراد. ألمنيوم نعم، طراد ألمنيوم. هذا كله هني حق هني حق العزب والصيد والقنص، كل اللي يخطر في بالك. بس عادة نحن همنا الأسعار، كيف راح تكون الأسعار، والمهم عندك الأسعار. كله هني حق الحديقة، كلهن حق الشخاط واللفاح، قفشات حق الصنارة، ميادير. هذيل هني القفشات بعد نفس الشيء، شنط حق الخيوط والحداق. يلا يا البكرات، هذه بكرة زينة ها، بتكد وياك دهر. هذه كلها شنط، والله شغلات حلوة عندهم. هذه نوع من الأنواع. الحلو فيها أن القواعد مالها ألمنيوم، فبتكون هابي ديوتي أكيد. والفتحة مالها هني حق التهوية شغال، وفوق بعد بس فيها تسكيرة هني حق المطر. هذه تسكيرة هني حق المطر، وهذه التكيات اللي موصلنا عليهم ابو عمار. نشوف ابو عمار اذا في شيء يناسبه ان شاء الله بناخذها حقه. هذا هني حق الحديقة، هذا هني حق المخيمات. خلنا نوقف عندهم ونستفسر ونشوف الموجود، ونكمل تغطيتنا المتواضعة عن هالمعرض، ونشوف الأشياء المتواجدة عندهم. سألنا عن السدات حق الشباب، وأعطونا أسعار على حسب المواصفات اللي موجودة والإضافات اللي موجودة فيها. الحين كل الدراجات حق البر والأمور الفنتكية، جميع الشركات. يعني حتى الواحد اللي ما يبغى يشتري، معنا الحين فرصة بالمعرض كل شيء تقدر تشتريه بسعر مناسب. خذ لك فكرة على الأقل وتوكل على الله، أعرف وين مكانهم وسير. أنواع الخيم اللي تتعلق على سقف الموتر، وهذه داريات سريعة التركيب مع رواقات، تصير بعد رواق وتصير خيمة. والله فكرتها حلوة، تصير مثل رواق وتصير مثل خيمة أعتقد. هني هذا رواق بس يكون ارتفاعه أعتقد 150، والعرض ماله يمكن 6 متر ممكن، أتوقع حسابيا أنا شي قاعد أشوفه. وهذه أعتقد بعد نفس الحكاية، تصير رواق وتصير خيمة، أو إنه بس خيمة مش متأكد والله. والله جميل. هي الثاني الرواق اللي هناك شوي أكبر، كارتفاع 170 يمكن أو 160، أتوقع 160 أو 165 170. والله في أشياء فانتكية صراحة، اللي هو نظام السحب بس بوب أب، يعني ما يحتاج لا تضرب أوتاد ولا شيء. بلا يعني يمكن تحتاج الأوتاد اللي عشان تثبتها من الهواء بس، ولا والله ممتاز.
بنرجع الحين بنسأل عن سعرهم. أنا طبعا ما عندي فكرة بالأسعار الموجودة هني، بس أنا أتكلم عن الموديلات اللي تقدر تحصلها بالسوق حاليا. شغلات دلع، شغلات تخييم، شغلات فنتك، والله لا يفوتكم. أنا الحمد لله بالصدفة جاي وحصلت أن المعرض موجود. كنت أسأل عنه قالوا لي لا، بس الحمد لله من وصلت قالوا لي موجود، فيت الحمد لله. والحين قاعد أتطقص فيه. قبل الحين هذه مثلا السريعة، بس هذه بلاستيك عادي يعني حق راحة، على 12 دينار، 12 بحدود 150 درهم. يعني تكرمون الحمام العادي هذا بوب اب، بس تفتحه على طول تبطل مثل الشماسية. هذا نفس اللي موجود عندي تقريبا بالإمارات. هني حق أصحاب القنص، وهني أنواع ثانية من الحمامات. بطاريات، رواقات، خيم. هذه بوكسات غريبة حافظة حق القدور يمكن يعني. الجاكيتات، والله شوف الناس هابة ما شاء الله عليهم، هابين عليهم ما شاء الله. شوف العالم كله تي تاخذ من هذه. لا هذه مطارات الماي، تنكرات. هذا بلف المعرض كله ان شاء الله. لف حلو والله، حتى العوائل ما شاء الله جايين بيستمتعون بهالاجواء. في ناس صدق تحب، خاصة احنا ما نتكلم عن اهل التخييم، اهل الكويت اللي ما شاء الله عليهم ما مخلين شيء الا سووه بالمخيمات. هذه هني المظلة يسمونها ال 370، تكون بهذه الطريقة، تكون على الجنب، موجودة على الجنب، بس تتبطل تقريبا أكثر من نص دائرة، يعني 3/4 السيارة تغطيها. نبغى نسألهم، تقريبا 2 متر العرض مالها. مظلة حق السيارة للتخييم، سألت عنها يقول مشكلة انها خالصة، تقدر تطلب الحين بتوصل نص 12، طالبين منها بتوصل نص 12. ما شاء الله الناس شغالة، لأنه صدق في فرق السعر يمكن تقريبا 40% خصم مسوين حق هذا من إلى. تطلع الوحدة تقريبا في وحدة كبيرة بحدود 2000 درهم، وفي وحدة تقريبا ب1700. يعني والله أسعارهم حلوة. هذه أصلا سعرها بالعادة يكون فوق 3 وشوية يعني. وهني خلونا على هذا شيء طراريد الصغيرة، ومثل ما قلنا الخيم اللي تتركب على قبة الموتر. وهذه واحدة من السكيك اللي بالمعرض. هذه طبعا اللي ما يعرف لها، هذا نظامها هني فيبر، نظامها فيبر، داخليتها تكون هني، تتبطل من جهة واحدة، ترتفع من الجهة هذه خلاص تصير خيمة. هذا هني تسكيرتها اللي على الجنب تكون آخر شيء هناك. هذا وتحت ألمنيوم مقوى أعتقد. هنا نعم تحت ألمنيوم. كيف حالك؟ هذه مع فراش يجي ولا دوشك معاها ولا لا؟ شنو؟ فراش مالها داخل موجود سيم؟ إيه؟ هذا
الفراش هذا سوا يجي؟ اي سوا يجي. ايوه فراشه معاها بعد، مظلتين ومدخل. جميل. شو سعرها؟ هذا 550. 550 تمام. 550 دينار كويتي، يعني بحدود 6500 6000 يعني على حسب الانواع. وتقدر هني، هذا هني تقدر تركب فيها بعد، هذه اكبر، هذه اكبر تقدر تحطي فيها نظام السولر البانل فوق، تقدر تثبت له مكان. هذه واحدة منهم واضحة، فيها درايش كبيرة ومدخل كبير. نكمل لفتنا من السكة اللي جيناها. جماعة ما شاء الله من كل مكان. ومعرض الرياضات الخارجية والبحرية والبرية، هذا اسم المعرض. والله أنا جاي أشوف الإيكو فلو، إذا حصلت سعر مجاني يعني سعر حلو فنتوكل على الله. يعني حتى الجماعة عارفين إن ما في كشتة وما في مخيم إلا يحلب شاي. أنا أول مرة أشوف شاي العميد، شاي النهرين، شاي بابل العالمي، نعناع، والله أنواع. لا هذا عندنا بس هذا مش موجود. الزعيم يا زعيم، والله أشكال والوان من الشاي، ما أدري عاد إذا. وهني القهوة والشاي بأنواعها كامل، يعني ما أدري إذا أقدر أدخل داخل أشوف. خذ لك فنجال، هذه لك قهوة، هذه لهني قهوة سما الكيف، قهوة عربية. ومن هنا من هذا المكان، من هذا المكان إلين آخر الصف هذا كله شاي بأنواعه، كله شاي. شاي خادر بعد، أول مرة أسمع الأسامي هذه صراحة. وما نسوي أصحاب القهاوي المشين نفسها حق القهوة، يعني بدينار و800. أوكي نكمل اللفة، نكمل اللفة. الله الشنط غرامي والله العظيم، شنط وجواتي وامور. كابات والاشياء، كل شيء مرة. اللي يبغى يسوي كاب يفصل كاب مرة يكتبوا لك اياه هني. كل لوازم التخييم والمخيمات، كل اللوازم موجودة، والصيد موجودة. هذا والله بعد يصير مثل مريحانة. اللي بينوس هو قاعد على البحر، اشياء فنتك والله. وهذه خيمة اوتوماتيك، وهذه خيمة اوتوماتيك، ما ادري عن الاسعار. وهذه تنفصل بعد، لا ما تنفصل. كل الاشياء موجودة. انا بس قاعد اصور، وبعدها ان شاء الله برجع اشوف الاسعار. ما اقدر اعطي الاسعار لهني لان المعرض اسعارهم مختلفة عن الحقيقة، بس نحن نبغى نشوف الاسعار او نبغي نشوف المعروضات الموجودة عشان الواحد اذا بياخذ فكرة شو يبغي. هذا مثلا رواق هني نفس هذا، سحب بس تسحبه خلاص تبطل وياك الرواق. هذا تقريبا خلنا نقول 8 متر يمكن، ما ادري
كله يتصفط بالجنطة هذه، الرواق كله بالجنطة هذه. بين هني كم 720 يعني 7 متر تقريبا، 7 متر و20 سنتي تقريبا. والله حلو، بس ارتفاع ماله شوية. الحين مشتري حتى بداخل تتذكر على الفاضي شيء يصير مثل البيت هنا تسكير عرفت تسكير. لو نشوف هذه الحين خيمة أول مرة أنا أشوف نظامها. احنا شفنا نظام التفخ موجود، هذا 330 دينار نظام التفخ العادي احنا شفناه، بس هذه تيك مثل نظامها مختلف صراحة. أنا أول مرة أشوف هالنوع، مثل صالة أو ميلس، جميلة جدا صراحة، بس سعرها غالي. السلام ورحمة الله. سعرها غالي بصراحة، 330. كم؟ حطها لك هني 330. ايه تحصل أرخص ممكن الحين. مشكلتها هذه هي مشكلة تفخ. ايه توطب، ترطب من الداخل يعني. لا هذول كلها يوطب بعدين بتصير باردة. ايه والله صدق راح تصير باردة بعد آراء، بس خفيفة المنجل. خفيفة. ايه هذه مشكلتها، يعني فيها شيء زين وفيها شيء شين. هذا هو اللي يبغى الشيء السريع، هذا اللي يبغى الدايم يضرب لابوي وتد ويريح عمره. اي والله صدق. اي والله. يلا بعدين. حياك حبيبي. مجرد اختلاف آراء. هني عندهم بالكويت المخيمات تكون لأشهر، من شهر 11 لحد شهر 3 تقريبا، فهم ما يحبون الأشياء السريعة اللي مثل هاي. هذه عندنا نحن مال أسبوع، مال 5 أيام، مال 4 أيام، نحن اللي نحبها أكثر. لكنهم لا، عندهم الخيام الشعر يعني هي الأنسب بالنسبة لهم. هذا الحمام مش دارج وايد عندنا نحن، بس دول الغرب نعم هذا الحمام دارج، يتعلق على سلة السيارة من الطرف، تمام، وفي حق الشاور داخل تبطله. طبعا تكون الأرضية مالها مفتوحة، وبهذه الطريقة في شباك، وفي شباك داخل هني إذا تبغي توصل حق الجامع، إذا تبغي توصل حق الجامع للسيارة من هذه الطريقة، إذا نحط أغراضك هني وتغطي بصراحة. شوفوا وايد جميل. هذا حق الشاور، يسمونه نفس الشاور كابن، مرسوم عليها هني مال الشاور. بالبر حبيت تسبح هذه انت واقف تركبها هني، تركيبها بسيط، تشد هذيلا تحطيهم تعلقهم بالعلاقات اللي موجودة بالسيارة. اكيد غالبية سيارات الفور ويل فيهم هالقطعة اللي هنا، واسبح واطلع. تكلمنا يا شباب عن المظلة اللي قلنا اللي هي تقريبا ال 370 او هذه نفس الفكرة. هذه المظلة نفس الفكرة، بالإضافة أنها تصير خيمة بنفس الوقت. أروح شوي من بعيد عشان تكون واضحة. هذه هني مدخلها الخيمة، أو مظلة بنفس الوقت، مظلة مع خيمة تتسكر من الجوانب، من هنا ومن هنا. هذه تقدر تبطلها وتقدر تسكرها بنفس الوقت. عندك هني مدخل واسع، المدخل واسع، كلها توصل تكون ملمومة من بداية سقف السيارة إلى نهاية السقف. هذا الموتر نيسان، والله شيء رهيب. أنا أقول لك يعني هم مسوين لك توزيعة خفيفة، محطين لك هني الجريلز، طبعا هذا على الغاز وعلى الكهرب، وهذا عندك المنظمات اللي هم حاطينهم حق الكهرباء، محطين لك كرسي او انه حق طباخ مع طاولة. وهذه المساحة اللي عندك تقدر تكشت، تقدر تنام، وتقدر توصل لسيارتك بدون ما تطلع من برا الخيمة. هذه فكرة هذه الخيمة اللي احنا قلنا عنها، هذه بس بدون تسكيرة. هذه الخيمة اللي برا هني بدون تسكيرة، او يمكن يفصلوا لها تسكيرة ويحطوها. ايرون مان، والله جميلة. هذا هني محل العايش،
لأن هذه الخيمة كبيرة 6 في 4، فما قادر يحطيها داخل المعرض لأن تأخذ مساحة. وهذه نظام النفخ، نظام النفخ هذه تكون مثل البيت مال الإنجليز أو كوخ أو شيء. هذه التوزيعة 6 ب4. وهذا هني الباركود للي حاب بيها من الطرف الثاني. هذا باركود المحل وجميلة. بس السعر بروح اطالع ان شاء الله داخل، بشوف شو الاسعار الموجودة عندهم وراح نغطي المكان باذن الله. هذا العايش انا مسوي عنه حلقة قبل خاصة بالمحل هو نفسه، فاذا بتطالعون بالقناة بتحصلون ان شاء الله ان فيه تغطية خاصة لواحد من المحلات الموجودة عندهم بالكويت. هذه مجموعة محلات العايش، ماخذ له مكان. وانا بصراحة احب كل ما جيت الكويت امر عليهم اشوف الاشياء الجديدة والفنتك الموجودة. كل مرة يفاجئنا باشياء. طبعا هذه اشياء من المعروضات، فاكيد عنده اشياء جديدة فمحتاجين نشوفها ونطالع شو الجديد الموجود عنده. طبعا هذا بس للعرض، بس في وايد اشياء يمكن ما تكون معروضة عندهم هني. تقدر تدخل على الموقع وتحدد الاشياء اللي تحتاجها. السلام عليكم. انتم من اي فرع بالظهر ولا احنا سوق العايش حضرتك. سوق العايش من اي فرع؟ من كل الفروع. لا انت من اي فرع؟ الجليب. الجليب. وانت؟ الجرين. الجرين. انا احب الجرين صراحه حبيبي عافية. لانها اقرب لي. السلام عليكم، كيف حالك؟ هذه لان انا متعود اروح الجرين لانه هو الاقرب حقي بصراحه. ويتكون من 3 طوابق. يتكون من 3 طوابق، عندك كل اللي تحتاجه حق الكشتة. وهذا نبذة عامة عن المكان بس. هذه مجرد نبذة عامة مصغرة خلنا نقول. نشوف. خلاص اخليكم يا شباب لاني انا متوله ابي ادخل داخل واشوف الاسعار عندهم. يلا باي.